في تغيير لافت وغير مسبوق، وجدت موسيقى الراب طريقها إلى ساحات المتظاهرين لتحرضهم على المطالبة بالحقوق. تسقط الحكومة هي والكراسي، أنا ما مثل حزب، أنا جيت أمثل نفسي. شباب يحتج على فساد المسؤولين وغياب الخدمات من خلال أغاني وشعارات تنتقد الواقع المرير. هزوا في الأم اللي فقدت ابنها ما حصلت منه فداء، هزوا في الطفل اللي فتح عينه على القتل على الدماء، هزوا في الناس اللي ما عاد دفع وقت الشتاء. التهكم من تشكيك بعض الساسة بالمتظاهرين يرد عليه ناشطون بأعمال فنية توظف الفولكلور العراقي. شاب الشعب والله وتاب، ما ينتخب أي كذاب، حتى بمجلس النواب صار اللغف مو عادي، ايد بايد. تصدح حناجر المتظاهرين بالهتافات لتصبح بعد حين مادة فنية تثير مشاعر العراقيين. الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية وجدت لها صدى آخر لدى مطربين دعوا إلى رص الصفوف. لا تسكت يا ابو الثوار، خليلك بيد الاحرار، وبصوتك تهز الاسوار، الظالم هو الباب. لا تسكت يا ابو الثوار، خليلك بيد الاحرار.